حضرتك الموضوع الاخراني ده بدأ يوم الثلاث لما قعدنا معاها وبنتكلم معاها. يا عزيزه قول لنا ما تخافيش، انت كده كده هتعيشي مع اسلام. انت بتقولي ابنك هتعيشي معاه وانت عايشه، انت مش شايفاه لا بيضربك ولا بيأذيك وانت عايشه في وسطيه. فادتنا اسامي ناس في اسكندريه. وصلنا، فلما وصلنا كانت هي مدانا عنوان تاني. الاسامي صح بس في عنوان تاني. فيعني ولاد الحلال وصلونا للمكان. وصلتوا؟ فوصلنا للمكان اللي هي نشأت فيه. قابلنا واحد راجل كبير قال لنا انا اعرفها من وانا صغيره، كنا بنلعب مع بعض واعرف قصتها وبتاع، واتصلنا بيها وكلمها. فالمهم يعني وصل للست اللي هي المطلوبه اللي احنا رايحين باسمها، ووصل لابنها. ابنها عايش وموجود. جابوا وجالنا على القهوه، قعدنا فبنقول له الاسامي، فقال لنا طب اتصلوا عليها انا اكلمها. اتصلنا له عليها كلمها، فادت له الاسم بالوصف. فقال لها لا اصبري، ده انت كده مش بتتكلمي على حد غريب، ده انت بتكلميني انا، انت مش عارفاني. قالت له مين؟ قال لها انا فلان الفلاني ابن عمك ابن فلانه، وخالتي تبقى فلانه اللي انت بتتكلموا عليهم. لا الكلام في التليفون مش هينفع، انا جاي لك يا عزيزي بنفس اللفظ. وراح قافل معاها الخط. بعد كده فضلنا قاعدين موجودين مع الناس. جابوا برضو واحد من المنطقه اللي هم كانوا جايبيننا منها، اللي هي كانت بعتنا فيها. واحد راجل كبير يعني عارف المنطقه من زمان، من ايام ما كانت لسه منطقه ثانيه يعني. في نشأتها. جه قلنا له على الاسامي، قال لك لا ما فيش الاسامي دي. احنا قلنا ممكن يكون في اسامي متشابهه، قال ما فيش الاسامي دي. فالمهم اتفقنا مع الناس، والناس احنا كلمناهم عندهم استعداد لو في اي حاجه هتضر الاسلام، عندهم استعداد ويجوا يشهدوا ان هم متفقين معانا ان يوم الاثنين بالليل هيكونوا موجودين معانا هنا ويقعدوا مع عزيزه بما انهم اهلها والناس اللي اتربوا معاها، ويعرفوا لنا السر منها. تمام؟ بس خلصنا معاهم ومشينا، طلعنا على المعموره، بيتنا عند ناس تبع اسلام كان عامل معاهم تحليل، كانوا متصلين بيه عايزين يشوفوه. بيتنا معاهم وصباحنا الصبح اتحركنا جينا على هنا. واصلين حوالي الساعه 3 العصر. انا سبت اسلام وروحت على البيت، واسلام جه على هنا. فهو الكلمتين اللي قالهم لها يعني اللي اختي قالتهم لها زي مراته، قال لها عزيزه خلاص انا مش عايزك تقولي على حاجه، اهلك اللي هينطقوك. ويا دوبك لسه بيقعد، هي دخلت سمع صوت في الشباك. كان قاعد هنا بيشرب سيجاره. حضرتك اهي الطافيه لسه مولعه، كان في حته طافيه صغيره ماشي، بس مش تقريبا حد مش بيبحث خبطها في رجله ولا حاجه، لسه علبه السجاير والولاعه زي ما هم محطوطين. فاقرب حاجه ليه يجري كده يعدي من البلكونه من هنا، ان هو يبص على الشارع.